ابطال ثانويه عامه، ازيكم عاملين ايه؟ انا ساره دفعه 2023 كليه طب بشري. عايزاكم تركزوا معايا في الفيديو ده كويس جدا، لان الفيديو ده هنظم لكم فيه ليالي امتحان العربي عن طريق 3 طرق، كل طريقه منهم بتناسب فئه معينه منكم. هقول لكم ازاي تذاكروا وازاي تراجعوا، كل حاجه تعملوها في ليالي الامتحان ان شاء الله هتكلم معاكم فيها في الفيديو ده. وكمان في النهايه هقول لكم على تجربتي الشخصيه وايه الصعوبات اللي واجهتها في ليالي الامتحان وازاي قدرت اتغلب عليها علشان اوصل لهدفي من المراجعه. فخليكم معايا للاخر لان الفيديو ده فعلا مهم جدا، وبلاش ان انت تقول ان الفيديو هيضيع لك وقتك. بالعكس، انا كل كلمه هقولها في الفيديو ده هي بتوفر عليك وقت كبير جدا في فتره المراجعه، لان انت في فتره المراجعه محتاج ان انت تستغل كل دقيقه حرفيا. فلازم ان انت تمشي بالخطوات اللي انا هقولها وتستفاد من الكلام اللي انا هقوله علشان الكلام ده مهم جدا ليك. بس قبل ما تبدا ما تنساش ان انت تضغط اللايك وسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن عشان توصلك كل النصايح الجايه ان شاء الله، لان ان شاء الله الفتره الجايه هنزل كل ليالي الامتحان عربي فيزياء كيمياء كل المواد. وكمان ما تنساش ان انت تعمل جوين لجروب التليجرام لان هينزل عليه الملخصات كلها، واي فيديو هتكلم عنه في الفيديو ده هينزل عليه لاي مدرس. فما تنساش ان انت تعمل جوين ليه. ويلا بينا نبدا الفيديو. بليز كيب واتشنج. مبدئيا احنا عارفين ان ليالي الامتحان بتاعه العربي هتبدا من اخر امتحان في المواد الغير مضافه. تمام، هبدأ معاكم بالثلاث طرق، كل طريقة منهم بتناسب فئة معينة منكم. أول طريقة هتناسب الطالب اللي هو مراكم مادة أو مادتين غير العربي. هقولك تعمل إيه. هتخصص كل يوم ساعتين، الساعتين دول هتذاكر فيهم المادة المتراكمة عليك، وبعد كده هتذاكر فرع من فروع العربي، وده هيكون لمدة 6 أيام، وآخر 4 أيام هيكونوا للعربي بس. هتعمل فيهم ايه؟ هيبقوا حل شوامل كتير بقى، يعني كل الشوامل اللي عندك من اي كتاب هتفضل ان انت تحل شوامل فيهم، مع ان انت هتخصص 4 ساعات مراجعة لفروع العربي برضو. معنى كده ان انت هتراجع العربي مرتين، مرة في ال6 ايام اللي انت هتكون بتذاكر معاهم ساعتين للمادة اللي انت واقع فيها او مراكمها، وال4 ايام ان انت هتكون بتحل فيهم شوامل، ومع ذلك برضو بتراجع على فروع العربي عادي جدا. فانت كده رجعت مراجعتين ولميت العربي كويس. الطريقة التانية، ودي لو انت مراجع كويس على المنهج بس ما حلتش كويس او ما حلتش بشكل كافي في المواد اللي هي مزنوقة في الجدول زي الفيزياء عندك والكيمياء والانجليش. ال3 مواد دول هتلاقيهم ان هما الوقت اللي قبلهم قصير في الجدول، فهتحتاج ان انت تحل عليهم. هتعمل ايه بقى؟ هتنظم ساعتين برضو، او ان انت هتخصص كل يوم تحل شامل من كل مادة من دي، ودي هتكون لمدة 6 ايام. اما ال4 ايام الباقيين برضو هيبقوا مراجعة زي ما قلنا 4 ساعات، وباقي اليوم بحل شوامل عادي جدا، بحل شوامل كتير بقى على قد ما تقدر. طيب الطريقة الثالثة، ودي بقى كانت تجربتي الشخصية، وهي ان انا كنت مخصصة كل ايام من بعد المواد الغير مضافة للعربي بس. بالنهار كنت بحل شوامل، وبالليل كنت مخصصة ان انا براجع على فرع من فروع العربي، وبعد كده بحل عليه تطبيقاته وبحلها كويس قوي. وفي فيديوز كتير وكتب كتير عاملين على كل جزء التطبيقات عليه، فحاولوا ان انتوا تحلوا ده او تعملوا لو انتوا هتستخدموا بالطريقه دي. واخر 4 ايام انا كنت مخصصاهم لحل الشوامل بس، ما كنتش بعمل اي حاجه تانية، لو كنت براجع ولا كنت بفتح كتاب ان انا لسه هذاكر ادب ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا كنت مخصصه اخر 4 ايام حل شوامل وبس. دلوقتي هقول لكم اهم الصعوبات اللي واجهتني في الفتره دي وازاي قدرت ان انا اتغلب عليها. وحرفيا الصعوبات دي كانت مخوفاني جدا وقلقاني ان انا تأثر عليا في الامتحان. طيب نبدأ بأول حاجة، كانت القراءة والنصوص المتحررة. القراءة والنصوص المتحررة أنا كنت بغلط في حلهم. أي نعم ما كنتش بغلط كتير، أو عموما كنت بغلط، بس كان الموضوع قلقني إن أنا يحصل معايا كده في الامتحان. فالموضوع ده انتهى من أول ما سمعت مستر رضا الفاروق وهو بيحل النصوص والقراءة المتحررة، وبيعلمك ازاي تشتغل ستيب باي ستيب كده فيهم، وازاي ان انت تحلهم. وانا هنا مش بفرض عليك حد معين، انا مش بفرض عليك مستر رضا الفاروق، لا، في مستر محمد صلاح كمان كان عامل كده، وانا عامله لكم فيديو هتلاقوه في الوصف بقارن بين مستر رضا الفاروق ومستر محمد صلاح وقايله لكم مميزاتهم، يا ريت تشوفوه. وغيرهم كمان من الاساتذه الافاضل، مستر وليد محسن، مستر عبد الله الشهاوي، كل المدرسين دي بيتعبوا معاكم جدا في الفتره دي، وبيحاولوا ان هم يوصلوا لكم الموضوع بابسط طريقه،
وبرده هما كانوا عاملين فيديوهات للقراءة والنصوص، فحاولوا ان انتوا تسمعوا اللي يريحكم وان انتوا تمشوا مع طريقته كويس. تاني صعوبة كانت بتواجهني وهي موضوع التعبير المقالي، لان احنا كان اول دفعة يتطبق علينا موضوع ان التعبير يتكتب مقالي او ان احنا اصلا يبقى عندنا مقالي، وكنا متلخبطين لحد ما نزل لنا الاختبار الاسترشادي، وبعد كده كتاب كيان نزل يعني مذكرة ليه، وبعد كده مستر رضا الفاروق برضو نزل مذكرة ليه، ومستر محمد صلاح، فعرفونا الدنيا شوية وبدأوا ان هم يفهمونا ازاي نتعامل مع التعبير. ومستر رضا الفاروق برضو كان عامل فيديو خاص بالتعبير، ومستر محمد صلاح هكذا. فحاولوا ان انتوا لو الموضوع ده برضو عامل لكم ازمة او عامل لكم مشكلة ان انتوا تستفيدوا من خبرات المدرسين، لان هم اشتغلوا معانا كويس قوي في السنه بتاعتنا وبقى عندهم درايه كافيه ان انتوا ازاي تتعاملوا مع الاسئله دي. فحاولوا ان انتوا تكتسبوا من خبراتهم وان انتوا تحلوا مشكله التعبير بالتدريب الكتير، لان ده اللي هيفيدكم. وحاولوا ان انتوا تتدربوا وتشوفوا غلطاتكم فين وتبداوا ان انتوا تتعلموا منها، وده هو اللي هيفيدكم بعد كده في الامتحان، واللي انتوا هتاخدوا بالكم منه هتلاقي ان انا كنت بغلط في الجزء ده فما ينفعش ان انا اكرره وانا بحل. دي الحاجه اللي هتفيدكم، عشان كده دايما بقول لكم ان انتوا حلوا شوامل كتير. وتالت حاجه عايزه انبهكم ليها، وطبعا هي اهم حاجه في العربي كله، وهو النحو. النحو يا جماعه عليه 20 درجه، تقريبا ربع درجه الامتحان. مش عايزه اقول لكم هو قد ايه مهم وقد ايه ممكن يجمع لك درجات، وقد ايه هو ما ينفعش تغلط فيه في الامتحان لو ركزت كويس قوي، لو انت مذاكر القواعد. والله بحلف لكم المراجعات اللي هي بتبقى 10 ساعات مثلا اللي مستر رضا الفاروق لسه منزلهم، او مستر محمد صلاح تقريبا كان في نفس الوقت، حرفيا المراجعات دي بتبقى شامله كل حاجه، شامله كل كلمه في النحو. بيقول لك كمان ازاي تتعامل مع السؤال وازاي بيجي كل افكار الامتحان بتيجي من المدرسين بيقولوا، خاصه في النحو. النحو ما بيتلعبش فيه كتير، يقدرش ان هو يلخبطك فيه، خاصه لو انت مذاكر كويس قوي ومركز ازاي بتحل. كل الحاجات دي انت لو عملتها هتقفل ال20 درجه بتوع النحو وهتبقى ضمنتهم. وانا كده قلت لكم اغلب الفروع تعملوا فيها ايه وازاي تحلوا مشاكلها، وطبعا هعمل لكم جدول ازاي تمشوا في ليالي الامتحان ال10 بقى بالتفصيل، وهقسم لكم ان شاء الله الجدول ده هيبقى بالساعات، يعني من اول ما تصحى لحد ما تنام هتعمل ايه بالظبط في ال10 ايام، وهحطه لكم باذن الله في جروب التليجرام اللي هتلاقوني حاطه اللينك بتاعه في الوصف. فادخل اعمل جوين ليه، لان هينزل عليه الجدول ده، والجدول ده مهم جدا ان انت تمشي عليه، وهعمله لكم كمان بالتقسيمه اللي انا قلتها او بالثلاث طرق اللي انا قلتهم، فحاول ان انت تستفاد منه. اخر حاجه بقولها لكم وهي طبعا الهدوء في لجنه الامتحان. انا عملت لكم فيديو عن لجنه الامتحان وازاي تتعامل فيها بشكل كويس جدا، هتلاقوا برضو الفيديو ده هحطه لكم في الوصف. المهم اهم حاجه ان انت تبقى هادي، ان انت تتعامل مع ورقه الامتحان بحرفيه. في كتير من المدرسين الافاضل بيقولوا ان انتوا تبداوا الامتحان بالنحو. انا شخصيا للي بيسالني انا كنت ببدا الامتحان بتدريج الامتحان، يعني انا كنت ببدا من اول سؤال لاخر سؤال عادي، ما كنتش باخد حاجه قبل التانية. ولو مثلا كان وقف معايا سؤال ولا حاجه انا كنت بعلم عليه وبسيبه للاخر وبكمل عادي بقيه الاسئله. وخلي بالكم في موضوع ان يقف معاكم اسئله، ده طبيعي جدا. ممكن ان انت من توترك، يعني انا مثلا كان في اسئله سؤال انا وقفت فيه 5 دقايق، ال5 دقايق دول انا كنت شايفه ان السؤال بالنسبه لي صعب جدا ومش عارفه احله. لما رجعت تاني للاسئله او كملتها ولقيت ان انا بحله كويس وعلمت بس على السؤال ورجيت رجعت له تاني، لقيت ان السؤال كان سهل جدا، واللي هو انا ازاي كان واقف معايا. يعني الفكره كلها ان انت بتبقى مضغوط في الامتحان متوتر، فما بتقدرش ان انت تفكر في السؤال صح. فحاول ان انت تخلي بالك من البوينت دي كويس قوي، وان انت ما تتوترش. الامتحان ما بيبقاش صعب، يعني انت حليت امتحانات كتير وحليت اختبارات كتير ودخلت في امتحانات اكتر، فاللي هو انت هتضيع منك او هتتوتر، فهتضيع منك اهم امتحان ليك في حياتك، او اهم امتحان في الفترة دي. مش هقول في حياتك لان يعني هتتبهدلوا امتحانات بعد كده، بس على الاقل هتضيع منك الفترة اللي هي انت مضغوط فيها، الفترة اللي انت مستني ثمرة نجاحك او ثمرة تعبك فيها بنجاح. فما تضيعش اخر خطوة ليك على حلمك. يعني انتوا خلاص، يعني كونك ان انت وصلت للنقطة دي فانت بذلت مجهود كبير قوي طول السنة، 12 شهر قاعدين بتذاكروا، 12 شهر في توتر، 12 شهر في ضغط، فما تجيش تضيعهم في ال3 ساعات بتوع الامتحان ان انت تتوتر فيهم فتضيع منك اسئلة كتير. لا، حاولوا تهدوا، حاولوا ان انتوا ما تتوتروش. والله انا اول ما دخلت الامتحان، انا قبل الامتحان كنت خايفة جدا وكنت متوترة وكنت مضغوطة وعارفة الاحساس اللي انتوا بتحسوه، بس انا اول ما دخلت الامتحان وانا قاعدة جوه اللجنة كنت بقول لنفسي وانا كنت متوترة ليه، انا مضغوطة ليه، ما ده امتحان زي اي امتحان انا خدته في الدروس.
او اي امتحان انا حليته في البيت عادي جدا، الموضوع كان عادي، وانت هتلاقي نفسك ان انت كنت تعطيه اكبر من حجمه اصلا بمجرد دخولك للجنه. مجرد ما انت تمسك الورقه كده وتبدا تحل وتلاقي ان الاسئله ماشيه معاك، انت خلاص كده يعني انت مش محتاج ان انت تتوتر، ما كنتش محتاج ان انت تضغط نفسك. هتيجي مثلا على اخر يوم زي امتحان الاحياء كده اللي هو غالبا بيبقى اخر يوم، هتلاقي ان انت بقيت هادي جدا، ما بقيتش بتتوتر من الامتحان، ما بقيتش حاسس ان انت مضغوط، بالعكس انت داخل الامتحان علشان انا هقفل الامتحان. ودي النصيحه اللي بقولها لكم دايما، خليكم داخلين الامتحان ان انتوا تقفلوا الامتحان، مش ان انتوا تغلطوا فيه عدد قليل. لا، انا داخل عشان اقفل الامتحان، داخل عشان اجيب فيه الفول مارك، داخل علشان انا بجمع درجات لمجموعي اللي انا هحقق بيه حلمي. وبس كده، ربنا يوفقكم يا رب. وما تقلقوش، ما تتوتروش برضو، هفضل اقولها لكم لاخر يوم في الامتحانات عادي. ان شاء الله السنه الجايه هلاقيكم ان انتوا كاتبين لي في الكومنت ان انتوا حققتوا كل احلامكم. وربنا يوفقكم جميعا يا رب.